محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي. طبعا الجلسة رفعت في قضية ما يعرف بالسجون. طبعا نتابع صور دخول المتهمين إلى قفص الاتهام. كانت هناك أنباء أنه ستكون هناك غرفة زجاجية للتحكم بالصوت، وتواردت مراسلاتنا ذكرت أنه الرئيس المصري السابق رفض الدخول إلى هذه الغرفة الزجاجية للتحكم في الصوت. إذن هذه هي صور. طبعا كان منتظرا أن تذاع هذه الجلسة على الهواء، لأنه التلفزيون الرسمي كان أذاع سابقا أنه سيذيع الجلسة حصريا، لكن ذلك الأمر لم يحدث. هذه الجلسة رفعت بطلب من المحامين للقاء المتهمين. طبعا الأصور غير مباشرة، وهي لأولى جلسات محاكمة مرسي في قضية اقتحام السجون. طبعا هذه القضية أو الجلسة التي انطلقت بحضور نحو 20 متهما كما تتابعون في هذه الصور، بينهم مرسي وبعض القيادات البارزة كما تابعنا في جماعة الإخوان، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني كنا شاهدناه في الصور التي تداولناها قبل قليل. طبعا هذا لا يزال نحو 110 متهما هاربا. طبعا صدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار من السلطات المصرية. هذه الجلسة هي جلسة إجرائية. يفترض هنا دخول الرئيس السابق محمد مرسي في ملابس السجن البيضاء في الصور التي نشاهدها الآن، التي يبثها التلفزيون المصري لوقائع الجلسة التي أعود وأذكر أنها رفعت الآن. هذه الصور ليست الآن لكنها قبل قليل، الجلسة التي رفعت بطلب من المحامين. هنا فريق القضاة والقاضي يدخلون إلى المحكمة. طبعا كانت قناة النيل الإخبارية الرسمية قالت أنه لم يتم راصد أي وجود لأنصار مؤيدي الرئيس المعزول. نسمع ما الذي سيقوله القاضي ونعود إليكم.